بجد يا جدعان النهارده ما كانش في لاعب واحد ما بيموتش نفسه في ارض الملعب. كل اللعيبه حرفيا كل اللعيبه كانت بتموت نفسها في ارض الملعب. في لعيبه حصل منها غلطات، بس برضو عملوا كل اللي هم يقدروا عليه النهارده عشان يقدروا يفوزوا في المباراه دي. ايا كان بقى حمدي فتحي عمل غلطتين، مش هقول لك لا، بس كان بيحاول على قد ما يقدر اللي هو ما يعملش غلطات وفي نفس الوقت يقفل صح ويلعب برجوله طول 90 دقيقه. وكذلك كل اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب، وبالذات حسام عبد المجيد كمان عجبني قوي النهارده. شال كام كوره هي خطيره جدا. فبجد كل اللعيبه النهارده يعني يتوجه لهم كل الشكر على الاداء اللي انتوا عملتوه وعلى الضغط اللي انتوا حاولتوا تعملوه. والرجوله في ارض الملعب النهارده كانت باينه قوي 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 اللي انتوا لازين عايزين تعملوا حاجه من اول الماتش. فبجد عاش قوي اللعيبه وعاش كابتن حسام. انت وصلت الروح للعيبه اللي احنا عايزينها. فبجد عاش قوي منتخب مصر النهارده. واتمنى ان احنا نكمل على المستوى دوت، حتى لو مش كان اعلى اداء، بس النهارده احنا كان شكلنا حلو. كنا واقفين صح، كان في غلطات بسيطه، بس كنا واقفين صح وكنا عارفين نعمل اداء، وكنا بنعرف نلعب على المرتدات وبنلعب عليها وبنعملها بشكل مثالي. فبجد اتمنى ان احنا نكمل على الشكل ده. وسلام.